أهلا بيك، أنا سارة وحابة ناخد هدنة صغيرة نحكي فيها عن اللي جوانا ونسمع نفسنا من جديد. دي رحلتنا سوا ويلا بينا. عمرك حسيت انك بتعمل كل حاجة بس برضو مش متلاحظ؟ مش كفاية. بتحاول تبقى الشخص الصح بس بتحس دايما انك اقل من المطلوب وان في حد احسن. بتنجح تقول لنفسك كان ممكن اعمل اكتر من كده، مش علشان ما اقصر بس عشان دايما في شعور كده جواك بيقولك انك مش كفاية، ولا في شغلك ولا في علاقاتك ولا حتى قدام المراية. والأصعب انك تبقى مش عارف الإحساس ده بدأ منين، بس متأكد انه بيستنزفك واحدة واحدة. ليه ممكن تعيش الإحساس المؤلم ده؟ خلينا نحكي شوية. الحقيقة ان الإحساس ده مش ضعف، دي نتيجة حاجات كتير قوي اتزرعت جوانا. كبرنا في مجتمع بيشجع على جملة انت لازم تكون الأول، نجاحك هو اللي يخليك محبوب، تفوقك هو اللي يخليهم يفتخروا بيك، انت لازم تكون مثالي. بس للأسف أغلبنا ما تعلمش يحب نفسه لما يقع. أغلبنا معرفش ان الفشل والخسارة مش نهاية الدنيا. كبرنا على فكرة انك لو مش مثالي فانت مش كفاية، انت غير مؤهل لحاجة اصلا. فبينعكس ده على كل مراحل الحياة ونواحيها. في الشغل بتحاول تعمل كل حاجة واي حاجة عشان بس تتشاف مميز، فتيجي على نفسك وتخاف ترفض، تحس انك مش كفاية. حتى في العلاقات عقدة هو انا ممكن اكون مش كفاية، تبدأ تحس انك محتاج تثبت طول الوقت انك تستحق تتحب بجد، تبرر كتير وتضحي على حساب نفسك بشكل مبالغ فيه. تخاف تقول اللي مضايقك وتسكت وتتألم لوحدك، ومع الوقت تفتكر ان الحب ده جايزة لازم تكسبها، وانك لو قصرت شوية غصب عنك هتتسحب منك، فتفضل خايف خايف بس. تيجي بقى السوشيال ميديا تكمل عليك، تبص حواليك تلاقي كل الناس على السوشيال ميديا ناجحين، تلاقي سفر وشغل، ضحك وشكل وستايل، حتى العلاقات تشوفها مثالية، كلها راحة وضحك ومفاجآت. فتحس ان المشكلة عندك انت، وتقول هل العيب فيا ولا في الشخص اللي معايا ولا في الناس اللي حواليا. تبدأ تقارن نفسك وتقول انا ليه مش كده، هو انا اللي فاشل ولا انا فعلا مش كفاية عشان اعيش كده او اتحب بالشكل ده. تبدأ تلوم في نفسك، ولكن اللي بتشوفي ده مش الحقيقة الكاملة، هي مجرد لقطة من زاوية معينة مش الحياة كلها. انت ما شفتش المشاكل، ما شفتش الزعل، خناقات ولحظات الفتور، انت ما شفتش ده، فينتهي بيك الامر انك بتشوف نفسك بعيون الناس. طب والحل؟ الحل انك تتقبل نفسك، تحبها زي ما هي. كلنا بنغلط، كلنا بنتأخر، كلنا عندنا لحظات ضعف وكسل. حب نفسك زي ما هي، مش نسخة منها ولا توقعات الناس عنها. بطل تحكم على نفسك بمعايير غيرك، وبص لنفسك بعينك انت مش بعين اللي سابك ولا من الناس. وعلى فكرة العلاقات الصحية بأنواعها مش امتحان، مفيش حد مثالي. اللي بيحبك بجد هيحبك حتى لو سكت، حتى لو وقعت، حتى لو ما كنتش الأفضل دايما. قيمتك في انك تتعلم من أخطائك وتفضل تقوم حتى لو وقعت مليون مرة. خلينا نهيلك الحلقة وأقولك انك مش لازم تبقى مثالي، مش لازم تعجب الكل، كفاية تعجب نفسك وتحترم تعبك وتسامح ضعفك. وصدقني صدقني انت كفاية، دايما كنت كفاية، بس انت مش مصدق ده. لكن لما تصدق نفسك انت هتبدأ تعيش بجد. الحلقة خلصت بس الكلام ما بيخلصش، ولو كلامي فرق معاك اعمل شير للي ممكن يكون محتاجه، وما تنساش تعمل سبسكرايب علشان نكمل الرحلة سوا. باي.